ابن الاهلي حمزه عبد الكريم. يا جدعان حمزه عبد الكريم النادي الاهلي انت لسه ما كسبتش حاجه. فكره ان انت اصلا تنافس لحد الاخر دي حاجه سيئه منك انت كنادي الاهلي، ان انت توصل لاخر ماتش تستنى بعد اللي انت كنت بتعمله في اول السنه، جايين تتكلموا دلوقتي اللي جايين تتكلموا دلوقتي. التصريح ده، لا لا بجد، ايه التصريح اللي طالع من احمد دويدار ده انت كده مش احمد دويدار، ده انت كده احمد ولا بلاش. إيه التصريح ده يا جدعان؟ ده بيقول لك ان النادي الاهلي في اسوأ مواسمه، ان هو بينافس لحد اخر جوله في الدوري. دي حاجه مش كويسه للنادي الاهلي، دي حاجه مش حلوه للنادي الاهلي، ودي حاجه سيئه. انت ازاي تنافس يا راجل في اسوأ مواسمك، تنافس للجوله الاخيره؟ التصريح الغريب ده. بس على فكره هو مش غلطان، الغلطان النادي الاهلي، عشان النادي الاهلي عودهم ان انا بحسم الدوري قبل مثلا الدوري ما يخلص مثلا قبل الدوري ما يخلص ب7 اسابيع. بحوالي 6 7 8 9 جولات بحسم الدوري يا جماعه بفارق 15 نقطه، فبقى مريح دماغي. فهم مش متعودين على كده، هم متعودين ان الدوري بيخلص للنادي الاهلي بفرق 15 نقطه. لكن النادي الاهلي في اسوأ موسم ليه، النادي الاهلي بينافس للجوله الاخيره، فبالنسبه له الحاجه دي وحشه للنادي الاهلي. بس بصوا، في الاول وفي الاخر انا عاذر احمد دويدار. ليه بقى؟ لان الجو حر ومفيش كلام، يعني مفيش نفس للمناهده. وكمان نساني ان انا اتكلم عن ابن النادي الاهلي حمزه عبد الكريم، وكمان نساني الحاجه الاهم ان امسي على اخويا يا باشا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحلقه جديده اجدد من اللي فاتت. فعايزك يا باشا، عشان حلقه النهارده جامده جدا جدا، فيها فيديوهات لجاليليو هتموتك ضحك. هو جاليليو بيعمل ايه؟ هو جاليليو ده يعني قناه نادي الزمالك هي قناه الضحك الرياضي، مش قناه نادي الزمالك الرياضي. فانا هوريك شويه فيديوهات هتموتك ضحك حرفيا. فعايز منك ان انت بس تعمل حاجتين: تشترك في القناه، تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، والحاجه الثالثه يا صاحبي انك ترزع اللايك عشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس. ويلا نبدا، يلا نبدا. بعد يا باشا ما عرضت لك فيديو احمد منبار، انا عرض لك هجيب لك شويه فيديوهات كده لجاليليو هتموتك ضحك زي ما انا قلت لك. بس انا شايل لك في الفيديو في حلقه النهارده، انا شايل لك مفاجاه للاخر هتفاجئك حرفيا. مفاجاه للنادي الاهلي لو حصلت، لا هتبقى نقله تاريخيه للنادي الاهلي اكبر من النقله اللي هو فيها دلوقتي. قبل ما نبدا يا باشا، تعالى ندي لحمزه عبد الكريم حقه. حمزه عبد الكريم كمهاجم طالع من النادي الاهلي، لا مشرف اسم النادي الاهلي. واللي انا مستعجب له، ازاي النادي الاهلي هيطلع مهاجم زي ده ب 5 مليون دولار بس؟ يا جدعان ده حمزه عبد الكريم ده هالاند، ده الناس في اوروبا او جماهير برشلونه بتصفه بهالاند الجديد. انت متخيل؟ هم مش مستوعبين ده مهاجم مسجل 5 اهداف منهم 4 اهداف بدماغه. مهاجم بقى مرعب حرفيا. اقل حاجه النادي الاهلي يطلب فيه 10 مليون، لان نادي برشلونه بعد كده والله لا يبيعه باقل من 70 مليون، مش هيبيعه. فالنادي الاهلي لازم يضمن حقه وما يبيعش حمزه عبد الكريم باقل من 10 مليون يورو. كلام منهي. على بقى يا باشا بعد كده نخش على فيديو جاليليو. انا مش عارف ازاي واحد زي جاليليو ده معاه دكتوراه، والله ما اعرف يا جماعه جاليليو ده معاه دكتوراه. تعال نفهم، نشوف الفيديو ده وبعدين نتكلم. بعدين اسمع معايا الفيديو ده. ترويج لاكذوبه انك النادي اللي مجامل 19 يبقوا 25 27 يا باشا. لو السنه دي حد بيجامله، طب ما يسيب له موضوع الارض ده. يعني لو هو مجامل من جانب الناس ومن جانب الدوله. باختصار كده في الفيديو ده جاليليو بيقول لك ان نادي الزمالك مش مدعوم من الدوله، الدوله ما بتدعمش نادي الزمالك. انا نفسي اعرف ازاي الدوله ما بتدعمش نادي الزمالك. بيقول لك لو الدوله بتدعم نادي الزمالك كانتش سحبت الارض وكانت رجعت الارض لنادي الزمالك. يا جدع سابت لك الارض 25 سنه ما عملتش فيها حاجه، وتقول لي الدوله ظلمتني؟ طب فكك من دي، انت واخد قرض من الدوله او واخد قرض من البنك بمليار جنيه. المفروض القرض ده كان بنهايه الموسم اللي فات، كان القرض ده اتسدد. نادي الزمالك ما سددش القرض ده لحد دلوقتي بمليار جنيه. المفروض القرض ده كان اتسدد. دلوقتي سيبك من القرض ده حاجه ثانيه، وسيبنا من برضو حوار مثلا الارض برضو. تعالى يا باشا بعد كده نخش على حوار الحكام. هل الحكام ما بتجاملكش كزمالك؟ يا جدع هل محمود وفا ما بيدعمكش وما بيجاملكش؟ يا جدع هل محمد الغازي ما بيدعمكش؟ طب تعالى بخصوص محمود وفا، انا سايب لك فيديو مخصوص لمحمود وفا. لا جايب لك فيديو مخصوص كده بواحد برضو مع جاليليو في الاذاعه بتاع نادي الزمالك دي، بيتكلم عن محمود وفا كانه اسطوره من اساطير نادي الزمالك. هتجنن من الناس دي. تعالى يا باشا نشوف الفيديو ده وبعدين نتكلم. اللي هي الصراع اللي هو حكم مونديالي عايز يبقى المفروض. اول حاجه، لان انت بالنسبه لك بعد احداث الماتش الاهلي وسيراميكا، بعيدا عن اخطاء ما اخطاش الكابتن محمود وفا وتافر اللي بيحصل، انت ما جبتش الحكام حقها ولا فكرت. هنا المذيع اللي مع جاليليو في اذاعه نادي الزمالك زعلان ان الحكم محمود وفا ما تكرمش او ما ردلوش الاعتبار او ما جابلوش حقه من النادي الاهلي. هو محمود وفا اللي ظلم النادي الاهلي ولا النادي الاهلي اللي ظلمه؟ لا انا عايز السؤال ده منك في التعليقات. هو محمود وفا اللي ظلم النادي الاهلي ولا النادي الاهلي اللي ظلمه؟ طب محمود وفا ده
مطلع يعني مش عارف اتكلم اقول لك ايه، بس محمود وفا مطلع عيننا في الكره بتاع سيراميكا دي، كانت ممكن تقلب بالنسبه لنا الدوري. يعني احنا لو مثلا ضربه جزاء جت كان زماننا دلوقتي 52 نقطه، كان زماننا مثلا عندنا فرصه ان احنا نضمن مشاركتنا في كاس العالم. لكن دلوقتي انت بسبب النقطتين، بسبب محمود وفا، نادي الزمالك دلوقتي متصدر الدوري، النادي الاهلي في المركز الثالث بسبب محمود وفا. هتقول لي ازاي؟ اقول لك والله بسبب محمود وفا. يعني لو ضربه الجزاء دي جت وحسبها يعني وجت والنادي الاهلي سجلها، كان زمان النادي الاهلي دلوقتي 52 زي ما قلت لك. فلكن محمود وفا عنده راي ثاني، وفي نفس الوقت ادام ظلم النادي الاهلي، فبالنسبه لجماهير نادي الزمالك محمود وفا اسطوري. بالنسبه لجماهير نادي الزمالك هو كده، ادام ظلم النادي الاهلي يبقى اسطوري. ما مثلا مش ظلم النادي الاهلي ممكن يظلم لي، لا، هو بقى اسطوري واتكرم من اتحاد الكوره. وهو اي حد بيجي على النادي الاهلي بيكون كده، وبالذات لما يكون عندك اداره ما بتعرفش تجيب حق النادي زي اداره النادي الاهلي. كنت سايب لك يا باشا مفاجاه وقايل لك في اول الفيديو ان في مفاجاه في اخر الفيديو. المفاجاه دي هو المدرب الاسطوري الهولندي مارك فان بوميل. مدرب يا جماعه تاريخي، درب دوري اسباني، درب تقريبا نادي بنفيكا، فهو مدرب اسطوري، مدرب اوروبي. النادي الاهلي دخل في مفاوضات جده، ما كان مش كلام بقى، احنا كده مش كلام، كده جد. النادي الاهلي دخل في مفاوضات جده مع المدرب الهولندي مارك فان بوميل لتدريب النادي الاهلي بدايه من الموسم الجديد. والمدرب يعني عنده قناعه ان هو عايز عادي يجي يدرب النادي الاهلي، شايف النادي الاهلي كبير، عايز يجي يبني مشروع، بس لازم النادي الاهلي يضمن حقه. زي ما قلت لك لازم النادي الاهلي يضمن حقه، وما مثلا ما يمضيش مثلا على شرط جزائي كبير. النادي الاهلي ما يتربطش بالمدرب زي ما هو مربوط دلوقتي. ايوه احنا مربوطين بمدرب غصب عننا قاعد زي طرب. فاحنا لازم برضو النادي الاهلي يبقى ضامن حقه. وبس كده يا صاحبي، لحد هنا خلصت حلقتنا، لكن حلقات لسه ما خلصتش. استناني بكره في حلقات جامده جدا جدا. طلع على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك. سلام. حمزه عبد الكريم النهارده بيسجل الهدف الخامس ليه مع نادي برشلونه تحت 19 سنه. انت متخيل في 6 مباريات مسجل 5 اهداف؟ لكن مش هنا الحاجه الغريبه. الحاجه الغريبه يا جماعه ان حمزه عبد الكريم مسجل من ال5 اهداف 4 اهداف براسه. انت متخيل؟ اللاعب اللي زي حمزه عبد الكريم ده بس محتاج مدرب يكون بيلعب كرات عرضيه، العب عليه بس كرات عرضيه ومالكش دعوه مهما يكون مدافع، مهما يكون طوله. حمزه عبد الكريم الكتله الجسمانيه ليه وطول حمزه عبد الكريم يسمح له ان هو يسجل اي كره عرضيه. لا، ورد فعل الجماهير برشلونه رد فعل جامد جدا، وبيصفوه بهالاند الجديد. وكمان مش بيصفوه بهالاند بس، لا ده بيفضلوه عن فيران توريس مهاجم الفريق الاساسي دلوقتي. حمزه عبد الكريم لو فضل في التطور ده، منتخب مصر مش محتاج مهاجمين لمده 20 سنه قدام، خلاص حجز مكانه. اخيرا ما تنساش متابعه اللايك. سلام.